خيرا فهو خير له. هذا أفضل لك يتصور، لأن جميع ما عنده سيتركه، لكن هذا راح يأخذه أمامه. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. هاي المذاهب الإسلامية يحملوها، يقولون حتى هذا الشيخ والشيخة اللي ما يقدر يصوم إلا بمشقة، إذا يصوم أفضل له. حتى عندنا نظرية أيضا من هالنوع موجودة، لكن الآية عند المحققين أن هذا المقطع مستأنف، ما إلى علاقة ربط بما سبق. لا، كان يقول أصل الصيام خير لكم، أن الإنسان يجب أن يعرف أن الصيام خير. ليش؟ لأن الصيام ركن من أركان الإسلام، بني الإسلام على 5 ومن جملتها الصيام. الإنسان في هذا الشهر الكريم، هذا الشهر العظيم، وشلون شهر هو الواقع؟ شهر يجمع أمجادنا ويجمع حضارتنا، لأن أكو رواية في أول هذا الشهر نزل القرآن، موجودة روايات، وإن كان الأغلب تقول أنه ليلة القدر، لكن عندنا روايات تقول في أول شهر رمضان نزل القرآن، كأنه هذا القرآن هذا الشهر هو في واقع الأمر